بخلاف معظم الأحجار الكريمة، يتم العثور على الزمرد في مناجم بين الصخور الصلدة والرخام. أصل تسميته من إيميرالد في اللغة اللاتينية. لونه أخضر غامق عميق وشفاف، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية. يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد. أحجار الزمرد الكاملة نادرة جداً، وإن وجدت تكون أغلى من الماس. أما أغلى أنواعه فهو الزمرد ذو اللون الأزرق. الزمرد البحري، ويشمل الأحجار الزرقاء والزرقاء المخضرة التي تشبه زرقة ماء البحر، وتنسب له معظم بلورات الزمرد الهائلة التي عثر عليها في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند. أما الزمرد الوردي، تتراوح ألوان بلوراته بين الوردي الغامق والقرنفلي الباهت، وهو من الأنواع النادرة جداً، ويوجد في 3 مناطق من العالم فقط، هي جزيرة مدغشقر وسانتياغو وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويدعونه المرجانيت نسبة لاسم الثري الأمريكي جون مورغان. أما الزمرد الذبابي فهو شديد الخضرة، لا يشوب خضرته شيء. هناك اعتقادات عن فوائد هذا الحجر الكريم من الناحية الروحانية، حيث يعتقد أن الزمرد يحافظ على المودة والسعادة بين الزوجين وبين كافة أفراد العائلة، فهو يعمل على سحب الطاقة السلبية من الأشخاص. كما يعتقد أن له القدرة على زيادة التركيز والقدرة التحليلية لدى الأشخاص وخاصة الأطفال، وأنه قادر على وهب الحكمة للإنسان والمنطق والقدرة على زيادة التفكير العميق. كما أن للزمرد القدرة على كشف الكذب، إضافة إلى العديد من المعتقدات غير ذلك تناقلوها حول الزمرد منذ عصور. ويعتبر الزمرد من الأحجار الجميلة التي تدخل في صناعة المجوهرات والحلي، كما كان الملوك يستخدمونه في تزيين تيجانهم وصولجاناتهم وتزيين أسلحتهم من سيوف وخناجر، وكان يستخدم أيضا في تزيين علب المجوهرات. يجمع الزمرد الذي يعد نوعا من معدن البريل بين الجمال المبهر والخصائص الفريدة. أخبرنا عن الحجر الكريم المفضل لديك.